مدرب المنتخب يكون وطني احسن ولا يكون اجنبي؟ والله في ظل الظروف اللي احنا فيها الاجنبي احسن، لان بيبقى خبراته اكتر. بس الاجنبي عايز يثبت نفسه خارج بلده، فمعنى يثبت نفسه خارج بلده يبقى اكيد طبعا عايز يعمل شعبيه وعايز يعمل ليه اسم في بلد غير بلده. فاكيد مصر لما يجي ليها يعني مثلا مدرب من خارج مصر بيجي هنا مش عشان فلوس، بيجي عشان يثبت قدرته في مصر وعشان يثبت للعالم احنا كله. وصلنا للنهائي كذا مره ومش عارفين ناخد بطوله افريقيا. ما هو العيب من التدريب ذات نفسه، العيب من الاداره، اداره اتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري، لان طبعا اداره اتحاد الكره المصري لازم عايزه اعاده جدوله. انا اقول الصراحه الاجنبي ليه خبرات برضه ياخد فلوسه ويمشي. مين انت شايف ايه؟ انا شايف ايه؟ المنتخب بيحتاج مدير فني اجنبي احسن ولا وطني؟ لا وطن. خايف على فجأته، الاجنبي ده جاي ياخد فلوسه خلاص. وانت شايف ايه؟ المدرب الوطني من نفس البلد، يعني قلبه على الفرقه ومن نفس البلد فهيلعب. اكيد الوطني طبعا، بس هو ما عندوش خبرات شبه الاجنبي، بس الوطني برضو شبه ما قال في كده. الاخر رشحوا مدرب مصري يمسك المنتخب المصري. والله يعني لو صح حسام حسن. رضا عبد العال. مين؟ رضا عبد العال. 15,000 جنيه. ايه خبر ايه؟ اطلع بره. احسن ولا الاجنبي؟ لا الوطني طبعا. في ايه مشاعرك ايه؟ اتأثرت والله ساعتها. خلاك تستعيد خلينا اول ما شفت المشهد في المسلسل. اول ما شفت المشهد في المسلسل. الوطني يعني حافظ كل لعيب في في الدوري كله وفي الكاس، لكن الاجنبي مش عارف حاجه، بيقعد يجرب والاخر بالنشد بقى. لا الاجنبي. ليه الاجنبي؟ اجنبي عنده خبره اعلى. لا والله ده ولا ده نافع ولا ده نافع، يعني خلينا في اللي موجود دلوقتي بس لحد ما نشوف الدنيا ماشيه. بالنسبه هو الوطني عشان احنا اخدنا كاس العالم وكده. ايه ده؟ يعملوا كام مصري؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ احنا خدنا كاس العالم؟ هو احنا اخدنا كاس خدناها امتى كاس العالم؟ يا عم استنى اقول لك، لما المغرب كسبت يا عم. يا ابني استنى، خدناها امتى كاس العالم؟ انا فاكر اي حاجه اللي احنا بقى. خدناه وخلاص. المغرب عملت ايه؟ المغرب كسبت مين؟ 0. كسبت ايه اللي كان بتلعب معاه من انا ما اسبوع. اعرفش حاجه. لا يا عم ماشي. هي كده اللي ماشي. كسبت اول امبارح يا عم. مين دي؟ الفرقه اللي المغرب يا عم، هي المغرب كانت بتلعب فرقه من بره الوطن العربي وبعدين؟ بس وكسبت. في ايه يا عم انت بتضحك ليه؟ مؤمن اهو شاركوا معانا. عامل ايه خد يا مؤمن؟ خد يا مؤمن تعال. حلقه من الناحيه الثانيه اهو. يعني انت كنت بتشجع المغرب في كاس العالم؟ ده اهو يعني ماشي يا عم. طب شجعت السنغال ولا المغرب في كاس العالم؟ السنغال ولا المغرب؟ يا المغرب الصراحه عشان بلد مننا. طب والسنغال مش مننا؟ لا بلد من بره. السنغال من بره ولا من عندنا؟ لا من بره يا عم، السنغال اجنبي. منطقتها يا جدع يا والله. ما علينا يعني، القناه دي اسمها على اليوتيوب عشان نخش نتعامل او على الفيس اي حاجه. اسمها مراسل اسكندريه. ايه؟ مراسل الاسكندريه. مراسل الاسكندريه يا عم على الله. خالص يا حبيبي. احلى مسا عليك. احلى مسا حبيب اخوه. ماشي يا ابوه. لا الاجنبي. للمنتخب. منتخب. ايوه الاجنبي ولا البلدي بتاعنا؟ لا الاجنبي طبعا. الاجنبي احسن برضه؟ انا شايف ان احنا نشتغل على حته الوطنيه دي اكتر. صح كده؟ الفن الوطني بيحقق مع المنتخبات بالظبط. ليه بيعمل النبي لما بيجي برضه هيوصل له الفكره، الناس هتوصل له، الناس المعاونين اللي تحت منه هتوصل له الفكره صح، وهتعرفوا اللعيبه وهتعرفوا الناس وهتعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. ثقه حلوه مفيش كلام. بالظبط كده. لون شعرك ده عامله فين بقى؟ عامله عند حلاق كده عندنا ب 65 جنيه والله. حاجه نضيفه يعني؟ حاجه بروفيشنال. اللون ده بيطلع يعني ولا ثابت ولا؟ لا ده مجرد ما اغسله بس هيقع شعري كله. الوطني اكيد احسن بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه، احسن يبقى مدير فني فاهم. لو مثلا ايه هتمسك مصر فتمسكها حد مصري، ما تمسكهاش حد اي منتخب عامه يعني. واي منتخب بقى، سواء ارجنتين سواء اسبانيا سواء فاهم البرتغال، لازم يبقى من بلدها هو اللي يمسكها. ليه؟ عشان فاهم، هيبقى فاهم اكتر، هيبقى فاهم اللعيبه، يعرف يتواصل فيه.